السلام عليكم. ان شاء الله ده هيكون ليسن 1 من يونت 5. طبعا كالعاده جدع هنبص على الكلمات الاول. يلا بينا. طيب اول حاجه معايا قطر يعني train تي مع الار اهي train. بعد كده عندي اتوبيس يعني باص. والعربيه دي اسمها كار. بص بعلق الار ازاي كار. والشاحنه دي اسمها تراك. بص التي مع الار اهي تراك. والقارب او المركب اسمه بوت. والطياره دي اسمها airplane. والعربيه المغلقه دي مقفوله كده، عربيه مقفوله على بعض، شاحنه مقفوله بنقول عليها فان. بعد كده الموتوسيكل ده او الدراجه الهوائيه دي بنقول عليها موتور اللي هي موتور يعني موتور بايك عشان خاطر يقول لك كده موتور بايك. اما العجله دي او الدراجه دي اسمها بايسكل. بص ال عليها ازاي بايسكل. بعد كده عندي اشارات المرور اسمها ترافيك لايتس. بص برضو بالتيم على الار ترافيك لايت. طبعا لو انت في القاهره فبتركب المترو، فممكن نقول كده ان قطار المترو ده اسمه subway train. طيب دي كانت الكلمات اللي موجوده في الليسن 1. تعالى بقى اديك حاجه كده في الجرامر صغنونه قوي. في حاجه اسمها كان وخدناها قبل كده بس هنقولها تاني، وحاجه اسمها كانت. كان دي يعني يقدر او يستطيع انه يعمل حاجه، ولازم يجي بعدها حاجه انت فعلا بتقدر تعملها ومش كل الناس بتعملها. يعني ما تجيش تقول لي I can eat يا راجل، انت بتقدر تاكل وانا بقدر اطير يعني؟ ما انت بتعرف تاكل وده بيعرف ياكل وانا بعرف اكل. لازم تقول لي على حاجه انت بس او مجموعه من الناس بس بيعرفوا يعملوها، زي انك مثلا تقول لي I can run. مش كل الناس تقدر تجري. تقدر تقول لي I can swim. فعلا مش كل الناس تعرف تعوم. تقدر تقول لي I can sing. ومش كل الناس تعرف تغني. فكلمة كان معناها يقدر، وده اسمه مودال فيرب، او بلاش خليه مودال، وده اسمه مودال فيرب، وبيجي وراه دايما حاجه اسمها الانفينيتيف اهي. ايه هو الانفينيتيف؟ يعني الفيرب من غير اي اضافه، زي ما انت حافظه كده play go come say need sing swim run، من غير ing ما تبقاش running، ومن غير اس ما تبقاش runs، ومن غير حتى الاي دي تبقى play ما تبقاش played. لا، هو الفيرب انفينيتيف، يعني الفيرب من غير اي اضافه، لا من غير دي ولا من غير اس ولا من غير اي ان جي. طبعا ده كلام كبير عليك شويه بس انا قلت اقوله لك دلوقتي. طيب I can run دي معناها انا اقدر اجري. I can drive انا اقدر اسوق. طيب ده كلام جميل جدا. تقدر طبعا تشيل I وتحط هي. يعني لو انت قلت I can swim فدي معناها ان انا اقدر اعوم. He can swim هو يقدر يعوم. تقدر تشيل هي وتحط شي وتحط ات وتحط وي وتحط يو وتحط ذي، كلهم بيجوا عادي مع كان وكانت. طيب ايه بقى كانت دي النيجاتيف فورم، نيجاتيف النفي. لو انا قلت مثلا I can swim فدي معناها اني انا بقدر اعوم. لو انا قلت I can't swim فدي معناها اني ما بعرفش اعوم. فكانت بستخدمها عشان اقول اني ما بقدرش اعمل حاجه الفلانيه. I can't read English ما بقدرش اقرا انجليزي. I can't run ما بقدرش اجري. I can't drive ما بقدرش اسوق. بس يا سيدي عايزك بقى انت تعمل 10 جمل بكان و10 جمل بكانت وتشوف بقى هتعرف تعملهم صح ولا لا. اهم حاجه تختار verb infinitive من غير اي اضافه. بس كده. تعال نشوف بقى الجمل اللي موجوده عن كان وكانت في الليسن ده. طيب يا سيدي تعالى دلوقتي بيقول لي what can you see. دلوقتي تقدر تشوف ايه؟ what can you see، ومديني الصوره دي وبيقول I can see a bus. I can see a bus. طب لو انا شلت الباص وحطيت قطه فهتبقى I can see a cat. طب لو شلت القطه حطيت كلب I can see a dog، وهكذا I can see a bus. بعد كده مديني صوره الموتوسيكلين دول بيقول I can see motorbikes. I can see motorbikes. انا اقدر اشوف الموتوسيكلات. وبعد كده مديني الصوره دي بيقول look بص I can see a train. I can see a train. انا اقدر اشوف قطر. وبعد كده مديني الصوره دي نهر وما فيهوش اي حاجه بيقول I can't see a boat. انا مش شايف اي قارب او مركب.
I can't see a boat. بعد كده مديني الصورة دي بيقول I can't see a truck. I can't see a truck. انا مش شايف الشاحنة او العربية اللي بتبقى التراك. بس كده. وبعد كده بيديني شوية الاولاد دول وبيقول what can you see. طبعا ده سؤال تقدر تقوله لاي حد. what can you see. عايز تقول لاي حد انت شايف ايه تقول له كده what can you see. what can you see. هو يبدأ يقول لك I can see كذا. تعال نشوف. هنا بيقول what can you see. تقدروا تشوفوا ايه؟ البنوتة الاولى قالت I can see a bus. I can see a bus. انا اقدر اشوف اتوبيس. ايوه التاني قال I can see two motorbikes. I can see two motorbikes. هي نفس الجمل اللي فوق بس بيقولها في dialogue بقى او في conversation في حوار. I can see two motorbikes. انا اقدر اشوف موتوسيكلين. قامت البنت قالت look I can see a train. look I can see a train. اهو بص شوف انا شايفه او اقدر اشوف قطر. قام الاخير قال I can't see a boat. I can't see a boat. انا مش شايف اي مركب ومش شايف اي ده مفيش اي حاجه. انتوا شايفين موتور بايكس وشايفين باص وشايفين حاجات كتير. I can't see a boat. انا مش شايف الكار. بس كده نكون خلصنا ليسون 1 من يونت 5. تعمل هوم ورك والاكسرسايز. تعالى لي بقى عشان نروح لليسون 2 ونشوف الكلمات بتاعته. يلا بينا. طيب اول كلمه معايا في الليسون 2 هي يسوق يعني درايف. بص دي مع الار ج درايف درايف درايف. يطير يعني فلاي 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 فلاي. تعرف كمان ان كلمه فلاي يعني دبانه. فلاي يعني يطير ودبانه. ما تقولش لحد خليه يطير بس. بعد كده يمشي يعني walk walk walk. وعايز اقولها walk برضو صح walk بس انا احب اقولها walk walk. يركب العجله بتاعته ويروح مشوار. ده في حد ذاته كده اسمه cycle 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 cycle. وكلمه يعيش يعني live live live. وكلمه يذهب يعني go 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 go. اما كلمه صديق يعني friend 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 friend. ابن عمي او بنت عمي او ابن خالي او بنت خالتي او الكلام ده كله بنقول عليه cousin 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 cousin. عاوز اقول باباه او والده بقول عليها كده his dad his dad his dad. عاوز اقول ازاي او كيف بقول عليها how how how. عاوز اقول فين او اين اسمها where where where. عاوز اقول ليه او لماذا اسمها why why. Why did you cry؟ انت عيطت ليه yesterday؟ Why did you cry yesterday؟ عيطت ليه امبارح؟ Why do you eat pizza؟ هو انت بتحب تاكل البيتزا ليه؟ Why؟ Why؟ بس يا سيدي دي كانت الكلمات الموجودة في lesson 2. عايزك بقى تركز معايا قوي 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 عشان هكلمك على البروناونز او الضمائر. اول حاجة انا عندي ضمير اسمه I وعندي ضمير اسمه we وعندي you وعندي they. دول بنسميهم عيلة الجمع او البلورال فاميلي. دول كلهم بلورال جمع. عندي بقى هي وعندي بقى she وعندي بقى it. دول كلهم مفرد singular singular. طبعا كلنا عارفين ان انا يعني I. لو انت بقى بتتكلم انت واصحابك وبتقول احنا فبنقول we. لكن لو انت بتكلم حد ولد او بنت فبتقول له you انت او انتي. او لو انت كمان بتكلم اصحابك كلهم فبتقول عليهم you انتم. اما they لو انت وصاحبك بتتكلموا عن الناس اللي هناك اللي مش شايفين الناس اللي هناك دول فبتقول عليهم they لساني اهو they. طبعا هي خدناها هو لما نحب نتكلم على ولد هو. وجي خدناها لما نحب نتكلم على البنت هي. وإت لما بحب اتكلم عن اي حاجة لوحدها singular مفرد وغير عاقل زي القلم والسبورة والقطة والترابيزة والكلام ده كله. حلو قوي. عايز اقول لك بقى ان دول مقسومين نصين. اول حاجة ده وده 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 بياخدوا حاجة اسمها do. اما ده وده وده بياخدوا حاجة اسمها does. ولازم تبقى عارف الاتنين دول عشان لما نيجي نكون الجمل هو لسه قدام شويه بس لازم نعرفها. does دي اساسا في الاصل هي الفيرب. مثلا لو انا عندي مثلا play فبيكون عندي هنا does play. فقالوا ليه نحط does play؟ طب ما نشيل does دي ونحطه هنا اس. فخليك عارف دايما ان هي وشي وات محتاجه ان الفيرب ده او الفعل اللي هيعملوه يكون فيه اس. زي ايه؟
لو انا عايز اقول مثلا هي بتلعب تنس فهقول كده. بص ركز معايا بالراحه خالص. عندي هي يعني شي، وهي عندي كده نقط، بعد كده تنس، وهيقول لي اختار she play ولا she plays ولا she playing. بص يا سيدي، موضوع الاي ان جي ده انساه دلوقتي خالص، هنتكلم عليه بعدين. هي she play ولا she plays؟ بص she دي عايزه does، وdoes دي فيها الاس، يبقى احنا ناخد اللي فيها اس، يبقى she plays tennis. اتفقنا؟ طيب لو جه قال لي بقى she نقط كده سبيس بعد كده play خليها تنس برضو، او هنحطه هنا she doesn't، وهيقول لي اختار play ولا plays. طبعا انت هتيجي تقول لي يا مستر احنا قلنا ان she عايزه اللي فيها اس. ايوه بس خلاص داس طلعت، وطالما داس طلعت من مكانها خلاص انسى اللي فيها اس، هناخد دي. هو طبعا الموضوع كبير شويه، انا عايزك تركز معايا عشان انت لسه سنك صغير على الكلام ده. اهو الموضوع كله انك هي وشي لما هتيجي تكون الجمله هتقول هي eats pizza، ودي معناها ان هو بيحب ياكل بيتزا وبياكل بيتزا عموما. لكن هنا عايز اقول هي ما بتاكلش البيتزا فاقول she doesn't. وايه الفرق ما بين الجملتين؟ هنا في اس وهنا عشان في does ما حطيتش للفيرب اس. حتى لو مش فاهمها مش مشكله خالص، كده كده هنشرح البريزنت سيمبل ده كتير جدا 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 بتفاصيل. هنا مش بشرح لك البريزنت سيمبل قد ما بشرح لك ان doesn't بتخليني اشيل الاس، ولو ما فيش does بحط اس. طبعا ده مع هي وشي وات. طيب لو انا استخدمت بقى اي كده كده من البروناونز اللي ما بتاخدش اس، هنا بقول I eat pizza. طب لو عايز اقول انا ما باكلش البيتزا فبقول I don't eat pizza. وكده كده ما تقلقش I we you they ما بياخدوش اس. فتعالى اعملها لك بقى بطريقه جميله قوي قوي قوي. هنقسمهم اتنين، هنقول I we you they بيتعاملوا مع do ومع don't ومش بنحتاج نحط لهم اس. اما هي وشي وات بيتعاملوا مع الداز ويتعاملوا مع الدازنت، ولو دي مش موجوده ودي مش موجوده بنحتاج ان احنا نحط اس. حلو قوي. طيب وبعدين بيقول لك بقى الافعال لما بتيجي تاخد اس، play هيبقى plays صح، وايت هيبقى eats برضو صح. حلو قوي. لكن لو عند ده مش كله موجود عندك، بس انا عايزك تبقى اشطر واحد في الدنيا. لو لقيت فعل اخره الكلام ده CH او SH او O او S، طبعا في حاجه تانية بس انا عايزك تعرف دول بس. لو لقيت فعل كده وعايز تحط له اس، عندك مثلا الفعل اللي هو watch يعني يشاهد، عايز تحط له اس، لو جيت تحط اس هتبقى كده، ودي مش موجوده في الانجليش. لا هنضيف اي وبعدين اس تبقى watches. كمان لو لقيت wash اهو اخره اس اتش حط اي اس washes. طيب ده كلام جميل جدا جدا. بيقول لك كمان لو لقيت فعل اخره او زي جو هضيف له اي اس تبقى goes لان هي مش هتنفع تبقى جاز، غلط. حلو جدا جدا. اخر بقى معلومه خالص، هو بيقول لك لما تلاقي فعل اخره واي زي fly وزي cry وزي carry، لما اجي اضيف الاس بشيل الواي واحط اي اس تبقى كده flies. بص شلت الواي حطيت اي اس، بص cries.
بص carries. طيب يا مستر، مش انت لسه من شوية كاتب ان play تبقى plays؟ ايوه، علشان الواي دي قبلها vowel. وايه هما الفاولز؟ A I O U E. لو لقيت حرف الواي قبليه حرف من الحروف دي ما تشيلش اي حاجه، حط اس على طول. اما لو جيت كلمه فلاي هتلاقي الواي قبلها حرف غير الحروف دي، فهنا بشيل الواي وبحط اي اي اس. طبعا دي معلومات كتير عليك، مش مشكله خالص خالص خالص. كل اللي انا عايزك تعرفه ان هي وشي وات بياخدوا does و doesn't. اما I we you they بياخدوا do و don't. بس كده اتفقنا؟ كل اللي انا قلته ده زياده ليك عشان لو حبيت انت تبقى اشطر واشطر، لكن اللي عليك ان دول بياخدوا does و doesn't ودول بياخدوا do و don't. بس كده. تعال بقى نشوف اللي موجود عندنا في الكتاب. طيب هنا فبيقول لي how do you go to school. how do you go to school. طبعا هنا قال لي do لان do مع اليو. how do you go to school فقال له I cycle، انا بروح راكب العجله بتاعتي. فالسؤال اللي بعده بيقول how does، وخلي بالك هنا ملون does اهو. how does he، لان he بتيجي مع does. how does he go to school. طبعا الاجابه لازم يكون في الفيرب في اس، فبيقول لي كده he walks. ليه حط اس؟ لان هي بتاخد اس للفيرب، وطالما مفيش does احط الاس. he walks. طيب السؤال اللي بعده بيقول how do you go to school. قال له I drive. I ما بتاخدش اس عشان كده قال I drive، ما قالش I drives. no، دي بتيجي مع he وشي وات. طيب اخر سؤال بيقول how does she go to school. هنا طبعا المفروض تركب المكتوب، هي تركب الدراجه بس مش مكتوبه في الكتاب. هي اسمها she cycles. she cycles. ليه cycles؟ عشان she وشي بتاخد اس للفيرب. بس كده. خليك عارف طول ما في do او does او don't او doesn't ما بحطش اي اضافات. لو هما مش موجودين خالص بحط اس مع هي وشي وات زي ما علمتك. بعد كده بيديني كده باسج او قطعه صغننه خالص بيقول my name is ماجد. اسمي ماجد. I live in بني سويف. انا عايش في بني سويف. I cycle. بص قال I cycle ما قالش I cycles. ليه؟ عشان I ما بتاخدش اس. I cycle to school. انا بروح المدرسه بتاعتي راكب على العجله بتاعتي. My friend فارس. اما صاحبي فارس اللي هو هي هتكلم عليه هي drives. حط اس. ليه اس؟ علشان هو هي، انما I ما بتاخدش، انما هي وشي وات بياخدوا. طبعا اي هي بنشيل لها ونحط اسم ولد، اي شي بنشيلها ونحط اسم بنت. ده انا قايل لك عليها من زمان. my friend فارس drives to school with his dad. مع باباه. بعد كده بيقول my cousin ليلى. من قبل ما ابص اهو cousin ليلى يعني اشيلها واحط شي، يعني اكيد الفيرب اللي جاي فيه اس. تعال نشوف بقى هنحط اس ازاي. my cousin ده ليلى walks to school. walks. قال لي walks عشان ليلى she singular تحط لها اس عادي، يبقى my cousin ليلى walks to school. بس كده وكده نكون خلصنا lesson 1 و lesson 2 من unit 5. تعمل هوم ورك والاكسرسايز وهستناك في lesson 3 و 4. باي. طيب ان شاء الله ده هيكون كلاس نمبر 8 في الفوناتكس، وان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجه جديده برضو. طيب عايز افكرك كده بكل اللي احنا عملناه. اتكلمنا عن الليترز 26 letters 44 sounds. اتكلمنا على الليترز اللي بننطقها غلط وعلى الحروف اللي ليها اكتر من ساوند، واتكلمنا عن الفاولز وعن السي في سي ووردز، واتكلمنا كمان مقارنه عن السي في سي ووردز كلها بتاعت الشورت فاولز، وكمان اتكلمنا على الماجيك اي وايه هي تاثير الماجيك اي على الفاولز. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه جديده شويه، مش جديده بس هي بتلخبط شويه، فاحنا ان شاء الله عشان انا واثق فيكم وعارف ان انتوا هتفهموها كويس قوي. هتكلم على شويه فاولز كده لما بيجوا مع بعض بيتنطقوا نطق معين. اول حاجه لما تلاقي حرف الاي مع حرف الاي، كده لما تلاقي حرف الاي مع حرف الاي، لما تلاقي حرف الاي مع حرف الاي. هنا الثلاثه دول هما الكلاس بتاع النهارده. طيب دول هنتكلموا عنهم لوحدهم وده هنتكلم عنه لوحده. طيب ايه لما تلاقي بقى حرف الاي مع الاي؟ بص يا سيدي، لما تلاقي الاتنين دول مع بعض بيتنطقوا كده اي كأني بالظبط نطقت الاولاني بس والتاني ما نطقتهوش خالص، بس نطقت الاولاني بصوت قوي
فقلت A. تعال اديك مثال، كلمة زي دي اسمها pain. pain. مستر هي دي مش بتفكرك بحاجة؟ بصراحة انا بتفكرني، لو مش بتفكرك انت بقى فراجع معايا. الكلمة دي اسمها pain. pain. والكلمة دي اسمها main. main. والكلمة دي اسمها sorry wait والكلمة دي اسمها rain. 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 بصراحة هي فكرتني دلوقتي بحاجة قوي مهمة قوي. عارف ايه هي؟ لما قلنا على حرف ال A بعد كده الكونسونانت بعد كده الماجيك E، زي pain، زي main، زي rain. اوبا 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 اوبا، ده الاتنين نفس النطق تماما. ايوه انا قلت لك قبل كده ان احنا عندنا حاجة اسمها هوموفونز. ايه هي الهوموفونز؟ كلمات، كلمتين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة او ثمانية او تسعة او 10 ليهم نفس النطق تماما بس معناهم بيختلف عن التاني. فاكر قلت لك قبل كده زي الكلمة دي اسمها ايه؟ باي. ودي اسمها ايه؟ باي. ودي اسمها ايه؟ باي. ودي اسمها ايه؟ باي. الاربعه اسمهم باي، لكن دي ليها معنى بواسطه، زي باي كار I go to school by bus، انا بروح المدرسه بالاتوبيس. ودي باي مع السلامه جود باي I'm gonna see you tomorrow، اشوفك بكره. وباي دي يعني ثنائي، اتنين حاجتين. وباي دي يعني يشتري. مستر طب دي باي ودي باي ودي باي ودي باي، هعرف افرق بينهم ازاي؟ من حاجه اسمها الكونتكست او سياق الكلام. لما اجي اقول لك I will buy a new house مش معناها حاجه من دول، اكيد انا هشتري بيت جديد. اللغه الانجليزيه للاسف هي لغه فقيره جدا 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 بكل حاجه. فهنا هنتكلم على الهوموفون، ده بيساوي ده في النطق، ده بيساوي ده في النطق، وده بيساوي ده في النطق. طب يعني ده بي اعمل ايه يعني؟ هقول لك حاجه حلوه قوي. بص، لو جبت كلمه زي كلمه كات اهي، لو جيت نفس الكلمه دي حطيت لها اي في الاخر وعملت لها الماجيك اي بقت كات كيت. طيب لو شلت الاي دي وحطيت هنا اي هتدي نفس النطق تماما، كات كيت. مستر طب اكتب لي بقى كده كلمه اسمها زين اهي، ادي زين وادي زين. مستر اكتب لي كده بقى كلمه اسمها ميل. يا عم اهي هتقول لي اول حاجه الاي ال اي دي الماجيك اي، تاني حاجه هتقول لي الام اي اي ال وتشيل لي الاي، فبقت دي زين زين، ميل ميل. مستر اكتب لي كلمه اسمها late L A T E L A I T. طب اكتب لي كده بيك معلش عشان اتاكد بس، B A K E B A I K. طب معلش كده انا دلوقتي هختار انهي كلمه. بص هو مش شرط تكون الاتنين موجودين. ليه؟ يعني دي كلمه موجوده في الانجليش ودي كلمه موجوده في الانجليش، دي كلمه موجوده في الانجليش ودي مش موجوده في الانجليش. طب انا هعرف منين؟ هنا بقى هتعرف من الممارسه. كل ما هتستخدم كلمات اكتر وتشوف كلمات اكتر. لو انت جالك مثلا بيك بمعنى يخبز، فانت خلاص عرفت ان هي دي بيك، اكيد مش بيت دي. ولو عرفت ان هي مش بيك دي، لو عرفت ان هي مثلا انت عايز ليت اللي هي يتاخر او متاخر، هتختار دي، اكيد مش دي حتى لو دي مش موجوده في الانجليش. يعني انت بس دلوقتي تقدر تكتب الكلمه نفسها، لكن انت ممكن ما تبقاش عارف هي انهي واحده من الاثنين. ده هتعرفه من سياق الكلام ومن كتر ممارستك للانجليش. كل اللي انا عليا اعلمه لك انك لما تسمع A تعرف ان هي يا اما A حرف E يا اما A I والحرف. ده اللي مطلوب مني انا كتيتشر كمدرس. طيب عايز تكتب كلمه اسمها ايه؟ شوف انت براحتك. wake و W A اهي ك اهي
طب لو شلت الاي حط اي، دبليو اي اي كي. طب دي اللي موجوده في الانجليش ولا دي؟ دي اللي عندي لكن دي مش عندي. ممكن تيجي كلمه في منها الاثنين زي ميل وميل. حاجه تانية زي مثلا ميد اهي، ميد اللي هي صنع عمل يعني، او ميد اللي هي خادمه. فانت دلوقتي عارف السيلابل نفسه، عارف المقطع نفسه، انما انهي كلمه اللي هتبقى محتاجها دي حاجه انت بقى لسه هتبقى عارفها. عندك مثلا كلمه اسمها paid، paid اهي PAID، ممكن تبقى PADE، دي مش في الانجليش، دي اللي في الانجليش عادي. said، said اهي SAID، قال، he said that، هو قال كده. ممكن تبقى SADE، دي مش موجوده في الانجليش، دي اللي موجوده. بس انت على الاقل عرفت ان دي بتتنطق كده. طول بقى كل اللي انا بقوله لك ده هتقدر تستخدمه وانت بتحفظ الكلمات وبتقسم المقاطع او بتقسم الكلمات لمقاطع syllables، وتعرف تنطق كل مقطع لوحده. بس كده، ده كان ال AI ومساوتها بالماجيك اي. طيب هنمسح بقى كل ده وهنتكلم على حاجتين كمان، هوموفونز. قول لي يا مستر، قول لي. لما تلاقي حرف الاي مع حرف الاي وحرف الاي مع حرف الاي، اقف عشان الاتنين دول هيساووا بعض في النطق. زي لما تلاقي كلمة زي سي، الاتنين دول بيتنطقوا اي اي سي سي. ستيل ستيل. طب بص الكلمة دي، ديل ميل هيل. طب بص 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 هنا فيل. صح. طب بص هيل. بص دي هيل ودي هيل، نفس النطق تماما، مع ان دي بمعنى يشفى من جرح مثلا، وان دي بمعنى هيل الكعب اللي البنات بيلبسوه. طب انا هعرف منين؟ من سياق الكلام. الاتنين دول هوموفونز، احاديات الصوت. هتعرف منين؟ من سياق الكلام. يعني يا مستر لما انا يقول لي عاوز اكتب كلمة اسمها مثلا peel، تكتب لي P مرة EEL ومرة PEAL. تمام. عايز اكتب ميل اهي، مرة MEEL ومرة MEAL. مش هتحتاج دي، هتحتاج دي. بس انت هتعرف ده ازاي؟ من كتر الممارسة، من كتر السياق الكلام. عايز اكتب مثلا يا مستر ايه ده، في ايه؟ على فكرة في كلمات شاذة، انا قلت لك كل قاعدة لها شواذ، بس مالكش دعوة بالشواذ دلوقتي. يلا عايز اكتب مثلا here، ممكن اكتبها HEAR او HEER او HERE. here ده اللي احنا خدناها في الماجيك اي، بس مش سيبك منها دلوقتي عشان ما تتلخبطش. طول ما انت سامع الاي اي او الاي اي او سامع اي، توقع ان هي ممكن تكون اي اي او اي ساكن اي اللي قلت لك عليها في الماجيك اي. مش مشكله، خليها اي او اي. بس كده اتفقنا. هعمل لك دلوقتي مقارنه سريعه باللي احنا خدناهم. بص قلت لك اول حاجه ان الاي consonant E بتساوي ال AI والكونسونانت، وان ال EE بتساوي ال EA. هنا زي made بتساوي made. وهنا زي said بتساوي said. ومن هنا زي male بتساوي male. وهنا C بتساوي C. steel دي اي سوري، steel بتساوي steel. وان هنا heel بتساوي heel. كل اللي انت عليك تعرفه صوت دي ايه وده ايه، وتعرف ان الاتنين بيساووا بعض. صوت دي ايه وده ايه، وتعرف ان هما الاتنين بيساووا بعض. وبكده نكون خلصنا كلاس 8 في الفوناتكس. استناني في الكلاس اللي بعده. سلام الهوم ورك بتاعك والبراكتس بتاعك. باي.